لا شك أنك لاحظت في الآونة الأخيرة أن اسم المغرب أصبح يتردد بشكل ملحوظ ويتصدر المشهد في العديد من المناسبات. في كل حدث إلا ويبرز المغرب كعلامة فارقة، مما يدعونا للتساؤل: ما سر هذه الشعبية المتزايدة؟ وما هي العوامل التي تعزز هذه الشهرة الاستثنائية لهذا البلد العربي، ما جعله محط اهتمام عالمي؟ دعونا نغوص في أعماق هذا الموضوع لنكتشف كيف استطاع المغرب أن يبني لنفسه سمعة عالمية. أول ما يجذب الانتباه هو الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب، الذي يعتبر بوابة إفريقيا وأقرب دولة عربية إلى أوروبا، إذ تفصل بينه وبين إسبانيا مسافة لا تتجاوز 14 كيلومترا. هذا القرب يعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويجعل المغرب بوابة حيوية بين قارتين. تعتبر السياحة من أهم المحركات الاقتصادية في المغرب، فبفضل التنوع الطبيعي والمعالم التاريخية ينجذب السياح من كل أنحاء العالم، خاصة وأن الشعب المغربي معروف بكرم الضيافة وتسامحه مع جميع الأديان، مما يساهم في تعزيز سمعة المغرب بشكل كبير، ما يجعل الزوار يعودون إلى بلادهم بانطباعات إيجابية. لا يمكننا إغفال التاريخ الغني الذي يمتاز به المغرب، حيث لعب المغاربة دورا محوريا في النهضة العلمية والثقافية خلال فترة الحكم الإسلامي للأندلس. كانت مساهماتهم في الفلسفة والعلوم والفنون علامة بارزة، مما جعلهم جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي الغني لهذه الحقبة الزمنية. المهرجانات الثقافية والفنية تعد أيضا من العوامل الفعالة في تعزيز مكانة المغرب على الساحة العالمية، من مهرجان فاس للموسيقى الروحية إلى مهرجان جناوة ومهرجان مراكش الدولي للفيلم الذي يحظى بشهرة عالمية، حيث تعمل كل هذه الفعاليات على جذب الانتباه الدولي وتوليد حركة سياحية واقتصادية. أما في عالم الرياضة، نجد أن إنجازات منتخب المغرب خاصة في مونديال قطر 2022 قد أضافت بعدا جديدا لشهرته، حيث سلطت هذه الإنجازات الضوء ليس فقط على الرياضة بل أيضا على الثقافة والمجتمع المغربي. ضف إلى ذلك كمية الأبطال والمحترفين في كل الرياضات، فقد جعلوا علم بلادهم يرفرف في العديد من الاستحقاقات الدولية، حتى أصبح العلم المغربي مألوفا ومعروفا في مختلف أنحاء العالم. وبجانب ذلك تلعب الجالية المغربية دورا مهما في نشر الثقافة المغربية عبر الفنون والموسيقى والمأكولات، ويساهمون كسفراء فوق العادة في بناء جسور من التفاهم بين المغرب والدول التي يعيشون فيها، وهو ما يعزز من صورة المغرب في الخارج لدى مختلف الجنسيات. أما عن السمعة العالمية للمغرب، فهي تعكس التزام البلاد بالاستقرار الإقليمي من خلال موقف متوازن في الصراعات، كما أن النمو الشامل والمستدام الذي يشهده المغرب مع استثماراته الضخمة في البنية التحتية يعزز من مكانته كشريك اقتصادي رئيسي. يعتبر المغرب أيضا نموذجا يحتذى به في مجالات الابتكار البيئي والتعايش بين الثقافات. تاريخه الطويل في التعايش والتسامح يجعله مثالا يحتذى به، مما يساهم في تعزيز سمعته كبلد يحترم التنوع ويتقبل الاختلاف. في الختام، نجد أن المغرب ليس مجرد بلد يتمتع بشهرة عالمية، بل هو أيضا نموذج يحتذى به في العديد من المجالات. إذا كنت ترغب في التعرف أكثر على تاريخ المغرب وثقافته، فلا تفوت الفرصة لاستكشاف المزيد عن هذا البلد الغني.